بنسمع كلمة الشخصية القوية أو الكاريزما. هو ممكن حد يكون شخصيته قوية وعنده كاريزما، ولا دي حاجات بتكون في الشخص لما بيتولد؟ احيانا الناس بتتلخبط بين الاتنين، يعني ممكن تلاقي حد عنده كاريزما وجاذبية بس شخصيته مش قوية، والعكس. طب ايه الحاجات اللي ممكن تخلي حد شخصيته قوية وعنده كاريزما، وايه اللي ممكن يضعف الشخصية؟ طب والكاريزما حاجة ممكن نتعلمها ونكتسبها ولا بتكون في طبيعتنا؟ النهاردة حلقتنا هتناقش معاكم بالتفصيل ازاي تكون شخصيتك قوية، وازاي يكون عندك كاريزما. خليني في البداية أرحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وأرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها مهم جدا وبيهم ناس كتير. جاهز نبدأ؟ اهلا بيك يا كوتش، برحب بيك وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. انا جاهز جدا للحلقة دي لان موضوع قوة الشخصية والكاريزما بيشغل ناس كتير. خليني أبدأ معاك بسؤال مهم. يعني إيه شخصية قوية؟ ممكن يكون الشخص قوي هو اللي صوته عالي يعني وبيفرض رأيه وكده، ولا إيه؟ لا طبعا، دي فكرة غلط جدا. الشخصية القوية مش معناها السيطرة أو التسلط، بالعكس الشخص القوي هو اللي عنده ثقة في نفسه وعارف هو عايز ايه، وبيكون عنده قدرة على اتخاذ قرارات واضحة بدون ما يكون متردد أو خايف من رأي الناس. وهنا ممكن نقول مش لازم خالص يكون الشخص عنيف أو حاد في كلامه أو طباعه علشان يكون شخصيته قوية. هو مش محتاج يثبت نفسه بالصوت العالي أو العصبية. قوته بتبان في هدوءه، في قدرته على التحكم في مشاعره، وإنه يقدر يواجه أي موقف من غير ما ينهار أو يتوتر. الشخصية القوية بيكون فيها 3 حاجات أساسية. أول حاجة ودي مهمة جدا في قوة الشخصية وهي الثقة بالنفس، إنه يبقى عارف قيمته كويس ومش محتاج حد يأكد له ده. تاني حاجة انه يكون عنده القدرة على المواجهة، وده معناه انه ما بيهربش من مشاكله وما بيترددش في اتخاذ قراراته. اما تالت حاجة وهي انه يقدر يتحكم في مشاعره وانفعالاته، ويكون بيعرف يعبر عن نفسه بهدوء وثبات انفعالي قوي. وهنا اقدر اقولك ان اي حد يقدر يبني شخصية قوية لو بدأ يشتغل على الحاجات دي. طب دلوقتي عرفنا يعني ايه شخصية قوية، اكيد مستمعينا حابين يعرفوا برضو ايه حكاية الكاريزما. هل معناها ان الشخص يكون اجتماعي وبيحب الكلام ولا ايه؟ لا، مش شرط خالص إنه يكون اجتماعي وبيحب الكلام. الكاريزما ببساطة هي الجاذبية اللي بتخلي اللي حواليك بيحبوا يسمعوك وبينجذبوا ليك وقت ما بيتعاملوا أو يتكلموا معاك.